تعرف قصة الملك فاروق اللي حاول يهرب من القصر في هدوم جندي؟ فاروق الملك الشاب في آخر أيامه كان محاصر من كل الاتجاهات، الجيش بيخطط للانقلاب، الأحزاب ضده، والشعب بيصرخ من الفساد. في ليلة 23 يوليو 1952 لما الضباط الأحرار بدأوا بالتحرك، فاروق عرف إن نهايته قربت، والمفاجأة إنه حاول يهرب من القصر متخفي، لبس لبس عسكري وركب عربية جيش وخرج من بوابة خلفية لقصر عابدين. بس واحد من العساكر شافه وقال له: انت مش من رجالتنا. اتقبض عليه واتنقل فورا لمكتبه، وهناك استنى محمد نجيب وعبد الناصر وقالوا له: البلد خلاص مش ملكك، اختار تسيب الحكم بسلام ولا نعلق صورتك في ميدان التحرير. فاروق ساب العرش وركب اليخت المحروسة وساب مصر للأبد. ودي كانت قصة ملك لبس بدلة جندي علشان يهرب من قدره، لكن القدر كان واقف مستنيه على باب القصر. الكلام ده اتذكر في كتاب الملك فاروق ونهاية أسرة محمد علي لصلاح عيسى، وكمان اتذكر في مذكرات محمد نجيب شخصيا: كنت رئيسا لمصر. واتذكر كمان في الأهرام في عدد 25 يوليو 1952.